الله الرحمن الرحيم. يعني متواجدين اليوم في ولاية تيميمون. يعني هذه الزيارة اللي كانت مبرمجة في إطار ورقة طريق عملناها في الوزارة، انه نقوم بزيارة كل الولايات الجديدة. اليوم رانا في تيميمون للوقوف على مدى إنجاز يعني مختلف البرامج السكنية بمختلف السياق. يعني البرنامج السكني الضئيل بالنسبة للولاية مثل ولاية تيميمون تقريبا 167 ألف نسمة. حاليا 1000 وحدة سكنية هي في طور الإنجاز، وتقريبا 1000 وحدة في طور الإنجاز، وتقريبا 1000 وحدة سكنية أخرى في طور الانطلاق. يعني كل البرنامج لولاية تيميمون الحالي هو 2000 وحدة سكنية. قمنا تدعيم الولاية ببرنامج سكني مهم، تقريبا أكثر من 9000 وحدة سكنية، 6000 إعانة فيما يخص التجمعات الريفية، 2500 إعانة فيما يخص التجزئات الاجتماعية، 1000 وحدة سكنية فيما يخص يعني السكنات الاجتماعية يعني الملقبة بالسوسيال، و100 وحدة سكنية فيما يخص الألبية. كل هذه السكنات راح تجي باش تدعم الحظيرة السكنية في ولاية تيميمون. شاكر للسيد الوالي على المجهودات اللي قام بها مؤخرا. نشوف انه انطلقنا في المشاريع التي اوكلت للولايه. التحسين الحضري تقريبا في سنه 2021 1 مليار دينار جزائري اوكل للولايه. اليوم ننطلق في انجاز هذه العمليه تاع التحضير، يعني التحضير السكني، لاميليوراسيون اوربان. فيه برنامج اخر في سنه 2024 ثاني، يعني تم تبليغ الولايه ب 1.6 مليار دينار جزائري فيما يخص يعني لي في ار دي والشبكات وطرق الشبكات المختلفه. وعدنا الولايه انه في المرحله الجايه راح نبلغ ثاني قيمه ماليه 500 مليون دينار جزائري باش تكون يعني نزيد نحطها في لاميليوراسيون اوربان. يعني التحسين الحضري في الولايات الجديده شيء مهم. نشوف انه فيه عده احياء ما كانش فيها تحسين حضري. راح نمد اهميه لهذا الشق من التحسين من لاميناجمون. نفس الشيء، يعني مبالغ ماليه لا باس بها اكيدت للولايه في سنه 24. الان علينا الا ان نعمل باش كل هذه الاعانات، كل هذه يعني البرامج السكنيه ننطلق فيها. يعني اكثر من 9000 وحده سكنيه ولايه تيميمون ما كانش تحصلت عليها في السابق، حتى ولو كانت يعني سابقا كدائره. هذا البرنامج راح يمد ان شاء الله دفعه للولايه لنستجيب على الطلبات الساكنه اللي رانا الان دون زان طول تاع 4.3، يعني نسبه شغل السكن 4.3. طموحنا انه نسبه شغل السكن نصل بها الى 3.9، وهذا هو البرنامج اللي سخرناه للولايه، يعني باش نقوم نوصل لهذه النسب. فيه ثاني برنامج عدل اللي راح يكون يعني الاكتتاب في ولايه تيميمون كجميع الولايات، وعندها ثاني برنامج تاع عدل. كل هذه البرامج نظن انها راح تستحسن يعني الساكنه، ومبروك للساكنه هذا البرنامج لا باس به. الشيء اللي راح يخلي يعني حتى المؤسسات الانجاز المحليه يعني واليد العامله المحليه تشارك في هذا البرنامج الطموح باش نخلي تيميمون تصل الى كل الولايات الاخرى المجاوره لها. نعم، كل هذه البرامج والمشاريع التي تدعمت فيها ولايه تيميمون هل نوعا ما تراعي النسيج العمراني والهندسه النسيج العمراني والهندسه المعماريه لخصوصيه المنطقه؟ لا، بطبيعه الحال انا كنت تكلمت على الامر هذا، انه نولي اهميه اهميه كبيره يعني الاركيتكتور تاع المنطقه، الهندسه المعماريه تاع المنطقه اللي لازم نحترمها. وحتى نطلب من يعني الممثلين المهندسين المعماريين انه يكون يعني ابداع في هذا الامر، يعني نمشي الى ابداع في الاركيتكتور، لاننا نقوم ببناء المستقبل، يعني نقوم ببناء الاجيال القادمه. نخلي انه الطابع العمراني تاع المنطقه راح يكون ان شاء الله طاغي على جميع هذا السياق السكنيه اللي وفرناها للولايه، حتى فيما يخص السكن يعني السكن التجزئات الاجتماعيه ولا لابيتا رورال، يعني لابيتا رورال. الاركيتكتور اكستيريور راح نساهم
وراح تكون موضوعه تحت تصرف المواطن باش يعمل عليها. دونك راح ننظم بطريقه غير مباشره العمران في ولايه تيميم. بارك الله فيك. أنا تكلمت يعني سبق عن تمديد للقصور يعني هنا في ولاية تيميم، سيكون تجسيد فعلي يعني بطبيعه الحال احنا راح نمشيو في هذا الامر. يعني القصور حاليا يعني راه فيه تراث تاريخي، فيه تراث ثقافي اللي لازم نحافظ عليه ونخلي الساكنه يعني تتموطن في القصور باش نستجاب للطلبات نتاع الساكنه. راح نمشي في التوسع تاع العمراني تاع القصور هذه بطريقه ذكيه، بطريقه مدروسه. نظن انه على مستوى المديريات التعمير هما ماشيين في هذه الفكره، وفيه دراسات تاع لي خدو تاع لي بوز في هذا الاتجاه. شكرا، بارك الله فيك.